كذلك أصحابه وهم أحب الناس إليه، يحبهم ويحبونه عليه الصلاة والسلام، وهم خير الأمة في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل لا يعرف الاحتفال بالمولد النبوي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في عز من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ولا كذلك أيضا بأتباع التابعين في زمن الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم، وإنما كان ذلك إحداثا في زمن العبيديين الفاطميين، وذلك في القرن الرابع، إما قيل في منتصفه وقيل في آخره. ولهذا نعلم أن مثل هذه الأمور التي لم تكن موجودة في القرون الأولى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث ربط الخيرية بها كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في رواية ثلاثا، وقد جاء في رواية موضعين. لهذا نقول إن مسألة الخيرية ينبغي أن نعلم أنها مربوطة بهذه القرون، وما كان في الدين زائدا عن ذلك فهو من الإحداث والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالجانب ما يذكره البعض في مسألة أن هذا يذكر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلقون بذكر محامده ونحو ذلك، نقول ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام نحن مربوطون بالتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أقوالا وأفعالا، لا اجتماعا بذكر المحامد مجردا، فإن هذا لم يفعله الصحابة عليهم رضوان الله تعالى.